فجه واحنا قاعدين في يوم وقال لي بكل جديه كده: رؤية، هو انت ناويه تعملي ايه السنه دي؟ فبصيت له كده قلت له: يعني ايه هعمل ايه في ايه؟ قال لي: في المذاكره يا رؤية. قلت له: انا ما بذاكرش. استغفر الله. عارف ايه اهم حاجه ممكن تعملها في ثانويه عامه؟ ببساطه هو ان انت ما يبقاش عندك اجابه على السؤال ده. بس كده خلاص، احنا خلصنا الفيديو، خلاص بجد خلصنا. يا اعمى يا اعمى. هنكمل الفيديو طبعا، بس قبل ما نكمل يا ريت تعمل لايك، وبعدين لو عجبك اعمل سبسكرايب وشير. انا قلت في اول الفيديو ان اهم حاجه ممكن تعملها هو ان انت ما يبقاش عندك اجابه على السؤال ده، عشان ببساطه الندم بياكل في روحنا. انت متخيل يعني ايه انسان يبقى عايش طول عمره وهو ندمان انه ما بذلش كفايه، ندمان وحاسس انه كان ممكن يعمل اكتر، ندمان انه ما عملش. فالندم شعور بشع، ومش كلنا ضامنين ان احنا ما نندمش. في ناس بتعيش بقيت عمرها كله لحد وهي بتموت كده تبقى ندمانه. مش مصدقني صح؟ طب خليني اقول لك حاجه: كام اب وكام ام بيتجوزوا ويخلفوا يزرعوا في عيالهم حب لمجال معين او كليه معينه او مجموع معين عشان بس عايزينهم يحققوا اللي هم ما عرفوش يحققوه؟ ده بالظبط اللي انا بكلمك عليه، هو ده في حد ذاته الندم. طب نعمل ايه عشان ما نندمش؟ هو الحل ممكن يبان يعني كليشيه شويه، ولكن اسمعني للاخر: هات اخرك. والله بجد دي الجمله السحريه بالنسبه لي في اي حاجه في الكون. هو مش انت جبت اخرك؟ هات اخرك يا اسطى في الحته دي. خلاص انت جبت اخرك في التعليم، جبت اخرك في المذاكره، هتعمل ايه اكتر من كده؟ مستحيل انسان يجيب اخر قدرته في حاجه ويندم. اصل انا خلاص بذلت كل البذل اللي ممكن ابذله، دي اخر قدرتي فخلصت خلاص. فياريت لو سمحت تجيب اخرك وتحقق املك فيك، علشان ما تعيش طول عمرك تدور على حد تاني يحقق لك املك اللي انت ما عرفتش تحققه. بلاش تعمل كده، بلاش تظلم نفسك وتظلم حد تاني. انت دلوقتي تسال نفسك: هل الوقت اللي متبقي ده كافي؟ يعني هل ال3 شهور دول كافيين؟ طب هل انا مثلا ربنا هيساوي الحد اللي بدا في اخر 3 شهور بالحد اللي بادئ من اول السنه جد جدا؟ طيب انا مش هضحك عليك، انا هحكي لك حكايه صغيره خالص. انا ليه بعمل الفيديو ده اصلا؟ لان انا من الناس اللي بدات في شهر 3، يعني تقريبا في اخر كام يوم من شهر 2. ده مش معناه ان انا كنت طول السنه ليلو، وانا كنت ليلو بس مش بالدرجه. يعني كنت بروح الدروس عادي جدا وكنت بسمع كويس جدا، بس ما كانش فيه اللي هو اداء ثانويه عامه خالص يعني. وكمان في اخر شهر 2 ما كنتش حاسه ان انا المفروض اعمل حاجه، كنت حاسه ان ايه في متسع من الوقت. مش عارفه انا كنت مستنيه ايه عشان احس ان النهايه بتقترب. انها تقترب اعزائي المشاهدين، تقترب علينا. ولكن اللي خلاني احس بده ان انا عندي اخ ليا توأمي، هو ما شاء الله عكسي تماما في كل حاجه. فهو كان الحد اللي بادئ السنه ملتزم جدا وجد والحمد لله يعني. فجه واحنا قاعدين في يوم وقال لي بكل جديه كده: رؤية، هو انت ناويه تعملي ايه السنه دي؟ فبصيت له كده قلت له: يعني ايه هعمل ايه في ايه؟ قال لي: في المذاكره يا رؤية. قلت له: انا ما بذاكرش. استغفر الله يا رب، استغفر الله يكفينا. بعد انفعالي الدرامي جدا ده لقيته بيقول لي بكل هدوء: بصي يا رؤية، انا عمري ما هتبسط بمجموعي ايا كان ايه مجموعي، حتى لو جبت 100% عمري ما هكون مبسوط لو انت ما قدرتيش تحققي حاجه في السنه دي. فلو انت ما عملتيش حاجه انا مش هعرف اتبسط. الموضوع مش فارق لك زي ما انت بتقولي، موضوع النتيجه والكليه ده مش فارق لك، فعلى الاقل ما تبقيش سبب في انك تكسري فرحتي. فانا ساعتها ايه، ربنا حط فيها شويه دم، وقلت لا بقى خلاص، اللي فات ده حماده واللي جاي حماده تاني خالص. وقلت ان الحمد لله ان انا ما ضيعتش طاقتي طول السنه، وان انا الحمد لله غير ناس كتير جدا بدات من اول السنه انا لسه ما بداتش. فانا عندي الطاقه كلها. يعني الناس بتيجي في الوقت ده بتبقى بتعاني من ان طاقتها خلصت، انا مش قادره ابذل تاني لان انا طاقتي خلصت. وانا كنت الحمد لله عارف الحاجه المقفوله اللي لسه هتتفتح؟ مفيش، انا ما بذلتش اصلا. فانا عندي طاقه كبيره جدا وحماس كبير جدا ان انا ابذل، ان انا اذاكر بقى. هاتوا يا جماعه مذاكره الثانويه اللي انتوا بتقولوا عليها دي. يا رب احميني من نفسي، انا مش قادر انا جوايا طاقه جباره. فانت كمان بص لها من النقطه دي، انت لسه ما بداتش، فانت جواك الطاقه اللي هتساعدك ان انت تكمل. فلو مثلا الساعه اللي فاتت ضاعت، اليوم اللي فات ضاع، الشهر اللي فات ضاع، فما تضيعش الساعه اللي جايه. خلاص هي الدقيقه اللي في ايدك دلوقتي هي دي اللي انت تملكها، لكن كل اللي قبل كده ما نملكوش، هو ضاع وخلاص. لكن فكره ان ربنا بقى هيساوي اللي بدا باللي ما بداش، هي فكره بذل وجهد. بس انت ممكن في 3 شهور دول تعمل جهد لحد من اول السنه قاعد بيعمله عادي جدا. انت مش مكلف انك تفكر في الحاجات الكونيه دي، انت مكلف ان انت تبذل بس. فابذل. انا لسه قايله لك ان انا بدات في اخر 3 شهور، تمام؟ هتتخيل لحظه ان دول كانوا اسوأ 3 شهور في حياتي، وانا طبعا كنت عايشه في نكد وعياط والحاجات دي كلها. ولكن عايزه اقولك ان ده كله ما حصلش، والله ده كله ما حصلش. سبحان من انزل عليها السكينه والاطمئنان في الوقت ده. انا حرفيا لما حد بيسالني اخر 3 شهور دول انت كنتي عامله فيهم ازاي، كنت بقول ان دول اهدى 3 شهور عدوا عليا في حياتي. اهدى مكان في العالم، اهدى مكان في العالم.
ولما كنت بفكر ليه فعليا الوقت ده كان هادي قوي عليا، كان هادي بشكل مريب بشكل يخض، لقيت ان السبب هو حاجه واحده، ان انا كنت بتعب. انت متخيل حد بيشقى فعليا طول اليوم، فهيجي في اخر الليل مفيش وقت ان انت تفكر، مفيش مساحه في عقلك ان انت تفكر اصلا. خلاص انت ضيعت اللي ضيعته، فانت عارف ان ال 24 ساعه دول هم دول اللي قدامك فعليا، منهم 12 ساعه بيضيعوا، في 12 ساعه هم دول اللي قدامك، فخلاص. فباجي في اخر اليوم انا ما عنديش طاقه، مفيش هنا، ده مش شغال عشان يفكر في حاجه، ده عايز ينام بس. دايما بيقولوا ان الراحه اصلا هي اللي بتجيب التعب سواء نفسي او جسدي، وهي بتجيب الاوفر ثينكينج كله. فالجهد والتعب اللي انت هتبذله مش هيخليك قادر ان انت تعمل حاجه اصلا. دلوقتي تقريبا اقدر اقول لك ان احنا جينا لنقطه الشماعات، النقطه المفضله لقلبي ولقلبكم. احنا اغلبنا او كلنا بشكل عام بنميل ان احنا ما نعترفش ان احنا مقصرين بشكل كبير، فبالتالي بنلجأ لاستخدام مصطلحات تانية نخدع بيها عقلنا عشان نقول له انت زي الفل ومش مقصر ولا اي حاجه، العيب مش منك، العيب فيهم، اما انت يروح عليك يروح عليك. انت بشكل ما او باخر مقصر. وانا هنا مش جاي اقول لك اعترف ان انت مقصر، انا جاي اوضح لك الشماعات اللي انت بتستخدمها مش اكتر، لان احيانا من كتر ما عقلنا بيوهمنا بالحاجه دي بنصدقها بجد. انا كان في شماعه عايشه فيها عايشه فيها طول حياتي وسبتها بقالي 5 سنين بس. الشماعه دي كانت عباره عن ايه؟ انا مقتنعه مليون في الميه، كنت مقتنعه مليون في الميه ان التعليم في مصر صفر على الشمال. انا ما بتعلمش اي حاجه، انا ما بستفادش اي حاجه، يعني ايه تقيمني بناء على امتحان وهمي بمعلومات وهميه بحاجات مش هتفيدني في حياتي، تقيمني وتحدد لي مستوى التعليم بتاعي، مستوى الذكاء، احيانا تحدد لي مستوى المكان اللي انا هكون فيها بناء على الكليه او الحاجه اللي انا هكون فيها. ده كله بالنسبه لي لا قيمه له ولا يعني لي شيء. اذا التعليم لا قيمه له بالنسبه لي ولا يعني لي شيء، اذا انا مش هذاكر. بجد انا كنت عايشه في الدوامه دي لمده طويله جدا، من ساعه ما دخلت اعدادي تقريبا لحد ثانوي، ثالثه ثانوي كنت عايشه في الدوامه دي. انا مش عايزه ابذل، مش عايزه اعمل حاجه، لان انا مش موافقه انك تقيمني بالطريقه دي. فانا جاي اقول لك ان ده عبث، والله العظيم ده عبث كده. اي نعم احنا التعليم بتاعنا مش اجمل تعليم في الكون، ده حقيقي جدا، ولكن هي دي الحقيقه، هو ده التعليم. انت هل تملك انت كانسان انك تغير التعليم ده؟ نحن لا نملك ذلك. اذا تعايش مع الواقع، انت كده هتتعايش معاه بشكل او باخر. فانت ايه ازمتك انك تنجح في التقييم الوهمي ده او تجيب التقييم الوهمي ده بالنسبه له، بعد كده تكمل حياتك زي ما انت عايز. اصلا ما حدش هيجبرك ان انت هتدخل طب بالغصب، عادي ما تدخلهاش. عايز تسيب التعليم، ما حدش هيجبرك انك تكمل، عادي سيبه. تاني شماعه من الشماعات المفضله جدا للناس العنيده شويه. انا على فكره عارف اعمل ده، انا عارف اجيب مجموع بصباع رجلي الصغير عادي جدا، بس انا مش هعمل ده علشان انا بعند مع اهلي، او علشان انا بعند مع المجتمع، او عشان انا بعند مع اي حاجه، انا بعند مع نفسي، فانا مش هعمل ده. انا بس عايزه اقول لك حاجه واحده، ان والله سواء اهلك او المجتمع او الناس او ايا كان ايه الحد اللي انت بتعند معاه او المفهوم او المنظومه اللي انت بتعند معاها، انت لا تعني لها شيء. والله مش معنى ان انت لا تعني لهم شيء ده بالمعنى الحرفي، خصوصا مع اهلك، لا، بس الفكره ان هم لو مثلا لا قدر الله انت ما جبتش المجموع اللي هم متوقعينه منك، هيزعلوا. هيزعلوا قد ايه؟ يوم، شهر، سنه؟ هل هيفضلوا مكملين بعد السنه؟ لا، ان خلاص الحياه تستمر، انت اللي هتشيل، فانت اللي هتشيل الليله كلها. فانت بتعند في مستقبلك، انت واخد بالك؟ بتعند في الحاجه اللي انت مكمل فيها لحد ما تموت، انت واخد بالك انت بتعمل ايه؟ فبتعند مع مين؟ يعني بتعند مع مين وليه؟ تالت شماعه، وهي من الشماعات المفضله جدا 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 للناس المتدينه شويه، او الناس اللي فاهمه معنى القدر غلط. فهتلاقيه مثلا بيقول لك انا ما ذاكرتش الجزء ده علشان انا مش مقدر لي ان انا اذاكر الجزء ده، لكن انا عايزه اذاكر. بالله عليك وش تسوي؟ بالله عليك يا شيخ، انت عندك خلط كبير جدا من مفهوم القدر ومفهوم السعي. قدرك ده بيتجلى في السعي اللي انت سعيته، وانت لا تكلف الا وسعك. انسان ربنا ما بيكلفوش بحاجه الا لو كانت في وسعه، بس المشكله ان احنا فاهمين الوسع غلط. الوسع ده اكيد فيه مشقه، انت لا تكلف الا وسعك، ولكن وسعك ده اكيد فيه مشقه، اكيد الحاجه دي مش سهله. امتى بقى تقول ان ده مش قدرك؟ لما الحاجه اصلا تحصل وتخلص. يعني انا مثلا ذاكرت الماده دي كويس جدا جدا جدا، وحليت عليها امتحانات وعملت كل اللي انا اقدر عليه وجبت اخري زي ما احنا قلنا، ولكن دخلت الامتحان لقيت نفسي تلقائيا بعلم على الاجابات الغلط، مع ان انا عارف الاجابات الصح، بس لقيت نفسي بعلم على الاجابات الغلط. ده ايه؟ خلاص انت بذلت وعملت والموقف خلص، ده القدر. لكن ما ينفعش والموقف لسه ما حصلش اصلا وانت لسه ما عدتش على الكتاب وما ذاكرتش تقول انا قدري ان انا ما عدتش على الكتاب. حتى لو هتكتب كدبه وتصدقها، اكتب كدبه منطقيه عن كده، ولا ايه؟ كده للاسف خلصنا الجزء المفضل بالنسبه لي، واتمنى يكون بالنسبه لكم، وهو جزء الشماعات. اكتر حاجه مهمه ممكن تخرج بيها من ثالثه ثانوي انك تكتشف ايه طريقه المذاكره، لان احنا بنتخيل ان احنا بعد ثالثه ثانوي مش هنذاكر، بس انت هتذاكر، ولو انت مكتشف الطريقه اللي بتعرف تذاكر بيها هتسهل عليك كتير جدا في الكليه. فازاي تكتشف الطريقه الخاصه بيك؟
زي ما قلنا دي طريقه خاصه بيك، فالمفروض انت تكتشفها. يعني انا ما اقدرش اقول لك انت ذاكر بالطريقه دي، ولكن هقدر اقول لك الطرق المعروف عليها للمذاكره. فانت لو عايز تعرف الطرق قول لي اعمل فيديو عن الحاجه دي، عشان ما يبقاش بس الفيديو ده طويل قوي. انا مثلا كانت من الطرق اللي بتظبط معايا انا هو ان انا اجيب الماده اقسمها على ايام معينه. انا حد بيتشتت بسرعه جدا، فمستحيل اعرف اذاكر جزء من الماده دي وجزء من الماده دي وجزء من الماده دي في نفس اليوم، مش هعرف. فدي كانت طريقتي. فانت كمان لازم تكتشف طريقتك، لان وارد جدا الطريقه اللي انا بقولها ما تظبطش معاك، وارد تظبط مع حد تاني. ده بقى هيخلينا نوصل لنقطه مهمه جدا، ان والله رحلتك فرديه. كل الرحله اللي انت فيها دي رحلتك في الحياه عموما فرديه، ووصولك فردي، ونجاحك فردي، حتى فشلك فردي. كل حاجه انت بتعملها هي فرديه. ولو انا جيت شاركتك جزء من الحاجه دي فهشاركك جزء بسيط جدا. يعني لو انت فرحت فهاجي اشاركك الفرح ده، لو انت نجحت هاجي اشاركك النجاح ده. لكن الليله كلها زي ما احنا متفقين مين هيشيلها؟ انت. ما ينفعش تطلب من حد تاني يكون معاك في الرحله دي. مثلا من الحاجات اللي انا بلاحظها كتير جدا، مش بس في ثانويه عامه، لا عموما، الصحاب اللي بيكونوا صحاب قوي وبيكونوا مستنيين يتفقوا على وقت معين عشان يذاكروا فيه، ويتفقوا على ماده معينه عشان يذاكروها، وملخص معين يذاكروا منه. مش منطقي اللي بيحصل. يعني في ناس بتحب تذاكر الصبح، وناس بتحب تذاكر بالليل، ناس بتحب تبدا بالماده دي، وناس بتحب تبدا بالماده دي. فازاي انتوا الاثنين هتتفقوا على وقت معين وماده معينه وكتاب معين تذاكروا منه وتحلوا نفس الاسئله؟ ما ينفعش انت اصلا في الوقت ده تكون رابط نفسك بحد تاني. وبرده ما ينفعش نقطع علاقتنا باصحابنا في الوقت ده. اللي هيحصل ببساطه ان انت في اخر اليوم ممكن تتكلم مع اصحابك عملتوا ايه النهارده، انجزتوا ايه، اللي حصل، الدنيا كان فيها ايه، بس خلاص. لكن انت ليك الخطه اللي انت ماشي عليها المناسبه ليك جدا، وانا ليا الخطه اللي انا ماشي عليها المناسبه ليا جدا، وبنتقابل بقى في النص نسال بعض على الحاجات اللي وقفت معانا. لكن تكون ان انت في ال3 شهور دول بتضيعهم في انك تستنى صاحبك لما يبدا في الماده دي عشان يرن عليك فتبدا معاه، ما ينفعش، والله ما ينفع. اخر حاجه هتتقال في الفيديو تقريبا، اتمنى تكون اخر حاجه، ان انت والله بشكل ما هتتجبر في وقت من الاوقات ان انت تكون جد في حوار التعليم. لو مش دلوقتي ففي الكليه، لو مش في الكليه هيبقى في الدراسات العليا، لما تكتشف ان كليتك مش هتقدر تكون فيها حاجه غير وانت بتعمل دراسات عليا. ففي وقت ما هتتجبر انك تكون جد، وانك تتعلم الحاجات دي، انك تتعلم طريقه المذاكره، انك تعرف انا ايه طريقه المذاكره المناسبه بالنسبه لي. في وقت هيجي هيبقى كده، وهيبقى مفروض عليك، مش هيبقى بارادتك. في الوقت ده هتتمنى انك تكون عرفت الحاجات دي من بدري قوي. في ناس بتعرف طريقه المذاكره بتاعتها وهي بتتخرج فبتندم. انا لو كنت عرفت الطريقه دي وانا في اولى كان زماني دلوقتي برتب على الدفعه. لو كنت عرفت الحاجه دي من وانا في ثانويه عامه كان زماني من اوائل دفعتي في ثانويه عامه. فحاول ان انت تعرف ده من دلوقتي، عشان انت كده كده هتعرفه، فاعرفه من دلوقتي احسن، ولا ايه؟ الثانويه تقريبا من اصعب الاوقات اللي بتمر علينا كلنا. يعني انا خلاص بتخرج، وفعليا وقت الثانويه ده يعني كان كسنه في المجمل كانت سنه مش سهله مطلقا. ولكن لما بفكر في الوقت ده ما بفتكرش اي حاجه خالص من الوقت الوحش، وانت كمان مش هتفتكر اي حاجه من الوقت الوحش ده. بعد 4 سنين 3 سنين السنه دي كلها تتمسح من دماغك، مش هتبقى فاكر غير الحاجه الحلوه اللي حصلت فيها. لما بفتكر مثلا النتيجه مش بيجي في بالي غير موقفين 2. حماس اخويا وهو بيقول لي على المجموع اللي انا جبته، كنت ساعتها جابت 92%. هو بالمناسبه ما كانش مجموع كبير، لان انا مش عارفه انا من دفعه كام، ولكن انا من 4 سنين ما كانش مجموع جامد. ولكن زي ما قلت ده كان اخري، فانا كنت طايره عشان ده كان اخري. والموقف التاني اللي انا فاكراه ان لما النتيجه طلعت اصلا كنا في مصيف. ساعتها كان في حد في الشقه اللي قدامنا في المصيف كان علم رياضه وجاب 94%، ومامته خرجت بره البلكونه وزغرتت. فهي بتكلمنا لان احنا واقفين، وهي خدت بالها ان احنا متوترين وان احنا تقريبا ثانويه. قالت لنا هي عملتوا ايه؟ فاخويا قال لها الحمد لله 93. هو كان علم رياضه. فبتقول له انا ابني والله علم رياضه وجاب 94، بس انا خايفه ما ادخلش هندسه. لا يا شيخه بتقولي ده انا جايب 93 وضامن هندسه. انا ما بفتكرش اي حاجه غير حماس الموقفين دول، والله العظيم ما بفتكر اي حاجه تانية. فصدقني كل التعب وكل الحاجات دي هتروح، كل الذكريات القذره دي مش هتفتكر منها اي حاجه غير لو جيت تعمل فيديو زي ده. ولكن في بعد ذلك مش هتكون فاكرها، مش هتعني لك شيء اصلا انك تفتكرها. واعتقد ان انت تعبت زي بالظبط. فانا هلحق نفسي قبل ما اقول اي حاجه تانية، وهقول لك ان احنا خلصنا الفيديو خلاص. ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وايه كمان. وطبعا تقول لي لو عايزين نتكلم عن حاجه تانية خاصه بثانويه عامه ولا لا. وبس كده، شكرا.